لو انت معاك تليفون الكاميرا بتاعته معقولة جدا زي التليفونات اللي معظمها في ايدينا دلوقتي، حابب اقولك ان في مجال تقدر تشتغل فيه وفعلا تعمل لنفسك مصدر دخل محترم جدا، وخصوصا لو كنت بتعرف تصور فيديوهات. يعني كنت بتصور فيديوهات على الفيسبوك، على تيك توك، على يوتيوب، على اي بلاتفورم انت بتقدر تمسك التليفون بتاعك تصور حتى ريلز صغيرة مدتها ما بتعديش ال 30 ثانية. الفيديو الواحد اللي مدته 30 ثانية ده ممكن يوصلك ل 1000 جنيه كل فيديو واحد، يعني كل 30 ثانية بقيمة المبلغ اللي انا قلته لك ده. جايين نتكلم النهارده عن مجال اليو جي سي اللي يعتبر من اهم مجالات 2026 ومن اهم مجالات البيزنس اخر 5 سنين. يوزر جينيريتد كونتنت، انت اللي بتصنع الكونتنت، واول كلمه هي يوزر، هو مستخدم، هو مش حد مشهور، هو مش حد معاه فلوس، هو مش حد معاه كاميرا بمليون جنيه، هو مش حد معاه ميكروفون بالشيء الفلاني، هو مش حد جايب سوفت بوكسز واضاءات بفلوس كتير جدا. هو يوزر، هو شخص عادي، هو واحد معاه تليفون عادي جدا، هو واحد جايب ميكروفون ممكن يستخدم الهاند فري، ما يستخدمش حتى ميكروفون ب 200 جنيه، هو واحد فقير ما معهوش حاجه بس بينقل تجربته باحترافيه وبمهنيه شديده. الناس بتستهدف الشخص ده. المجال ده معظم الشركات العالميه النهارده ومعظم الشركات المحليه بتستخدمه، يقدروا يوجهوا الراي العام عن طريق الاراء بتاعه الناس. يعني وليكن مثلا براند محلي زي بلبن، شركه بلبن عشان تعلن عن منتج جديد ما بيروحوش يكلموا الانفلونسر، وبيروحوا يكلموا ناس عاديه جدا معاها تليفونات يقول له تعالى صور لي الفيديو ده وهديك على الفيديو ده 1000 جنيه. ايه هو اصلا مجال اليو جي سي؟ اختصار كلمه يو جي سي عباره عن ايه؟ ازاي اقدر اوصل لاول عميل؟ ايه هي الادوات اللي انا اقدر ابدا عن طريق؟ ازاي اقدر اصور فيديو ويكون له ثمن؟ تشتغل فين؟ في 3 طرق اساسيه تقدر تجيب بيهم عملاء. طب انا هعمل بورتفوليو ناجح ازاي وانا اول عميل بالنسبه لي لسه ما فيش؟ ازاي اقدر اقنع العميل بشغلي؟ بالجزء الثامن والاهم، التسعير. في اخطاء لازم تتجنبها تماما لو عايز تنجح في المجال ده. يقول لك تعالى نفذ لي شغلي من فضلك. كل ده هنعرفه النهارده في الكورس المتكامل بتاع حلقه النهارده. قبل ما نبدا، مبدئيا لو عندك اي معلومه ليها علاقه بمجال اليو جي سي اركنها على جنب واعتبر نفسك بتسمع الكلام ده اول وجديد، لان فعلا الكلام اللي هقوله لك النهارده هيكون مهم جدا. في البدايه، ايه هو اليو جي سي؟ كلمه اليو جي سي اختصار لكلمه يوزر جينيريتد كونتنت. كتير من الشركات حوالينا كانت زمان لما بتيجي تعمل اعلان لمنتج زي مثلا كريم شعر او مثلا شامبو، كانوا بيروحوا يجيبوا نجم مشهور. وليكن مثلا شركه زي شركه كلير لما قبل كده حبت تعمل منتج كلير المشهور، راحوا جابوا كريستيانو رونالدو يعلن لهم عن المنتج بتاعهم. وده مبدئيا كان بيكلف الشركه فلوس كتير جدا، لان طبعا كريستيانو رونالدو مش هيجي يعمل فيديو مكون من 5 ثواني ببلاش، لا اكيد هياخد رقم كبير جدا. المشكله بقى مش في قيمه المبلغ اللي كان بياخده النجم، المشكله بقى مش في ان النجم بياخد فلوس كتيره، المشكله الحقيقيه في ان الشركات ابتدت تلاحظ ان لما النجم ده بياخد فلوس الاعلان بتاعه ما بيجيبش اي نتيجه. انت عارف المشكله فين؟ المشكله الحقيقيه في ان الشركات لاحظت ان هي بتدفع فلوس كتير قوي لكن ما بتاخدش قيمه. لاحظت ان هي بتدفع فلوس كتير قوي لنجم زي كريستيانو رونالدو مثلا، بس الفيديو بتاعه ما بيجيبش نتيجه. على النقيض الثاني، ان ممكن تكون شركه منافسه عامله منتج، المنتج ده واحد محلي وحطه على شعره وغسل شعره واصبح ان شعره ما بيجيبش قشره، كل ده صوروه في فيديو، الفيديو بتاعه اصبح ليه فاليو، ليه قيمه اكبر، والناس ابتدت تثق فيه. يعني ببساطه الموضوع ليه علاقه بالثقه. الناس اصبحت لا تثق تماما بالمنتجات اللي ليها علاقه بالنجوم، لان هم فاهمين ان النجوم دي واخده فلوس كتير قوي عشان تقول الكلمتين اللي بيظهروا في الفيديو. اذا اصبح فكره ان انت تعمل منتج، المنتج ده متصور عن طريق نجم او عن طريق انفلونسر، اصبحت فكره مش ناجحه. لذا الشركات ابتدت تتوجه للناس اللي مش معروفه، اللي مش مشهوره، اللي ما عندهمش متابعين، وبالتالي ده جه دورك، ده جه دورنا ان احنا نبتدي نصور الفيديوهات دي ونبتدي نتفاوض مع الشركات اللي على فكره هعلمك النهارده ازاي تتفاوض معاهم وتوصل لديل كويس جدا اللي يخليك تبتدي تمسك التليفون بتاعك تصور فيديو باقل الامكانيات الممكنه، باقل الاضاءه الممكنه، وباقل ميكروفون ممكن، وتطلع فيديو احترافي مناسب تقدر تتفاوض فيه مع الشركات. عشان تقدر تبدا في مجال اليو جي سي فانت محتاج ادوات. طيب ايه هي الادوات اللي انا اقدر ابدا عن طريقها في المجال بتاع اليو جي سي؟ اول حاجه تليفون تكون الكاميرا بتاعته محترمه، مش لازم تبقى ايفون 17 ولكن يعتبر الكاميرا بتاعت التليفون اللي معاك حتى لو كان اندرويد تكون نوعا ما كويسه. تاني حاجه يبقى معاك ميكروفون الجوده بتاعته مناسبه وما يكونش فيه تشويش في المكان اللي انت بتسجل فيه. وليكن مثلا ممكن تستخدم ميكروفون بويا، ممكن تستخدم اي ميكروفون يكون سعره ما بيزيدش عن 300 500 جنيه. في نفس الوقت كبدايه ليك الموضوع هيكون سهل بالنسبه لك جدا. واهم حاجه طبعا في تصوير نوعيه الفيديوهات دي هي الاضاءه. لازم تبقى فاهم ان الاضاءه هي اهم من الكاميرا واهم من الميكروفون. لو في اضاءه كويسه الجوده بتاعت الفيديو هتكون محترمه وهتقدر تصور فيديوهات احترافيه. فيا ريت تجيب لمبه او لمبتين يكونوا جنبك وانت بتصور نوعيه الفيديوهات دي. واخر حاجه طبعا الاستوديو او المكان. مش لازم تصور في مكان احترافي، مش
مش لازم تصور في حته ملهاش مثيل في الشقه. انت على فكره لو مصور فيديو على السطح ولكن معمول باحترافيه شديده ده هيوصلك للي انت محتاجه. قبل كده اتكلمنا في مجال الفريلانسنج ان انت عشان تقدر تجيب اول عميل لازم يبقى عندك بورتفوليو ناجح. طب انا هعمل بورتفوليو ناجح ازاي وانا اول عميل بالنسبه لي لسه ما فيش صفر؟ فهعمل بورتفوليو ناجح ليا ازاي؟ هجيب منتجات منين؟ ابدا باللي حواليك، جمع المحتويات اللي حواليك وشوف انت معاك ايه. معاك ساعه، ابتدي امسك الساعه دي صور لها فيديو كويس، اتكلم عن الساعه وعن ان هي ساعه محترمه، المكنه اللي موجوده فيها مكنه كويسه ياباني مثلا، الحجر اللي فيها الساعه بتاعته مثلا 200 مللي، اتكلم عن امكانيات الساعه وان هي مطليه والكلام ده كله بطريقه منمقه. وتقدر تجيب فيديوهات تفهم فيها الناس بتشتغل يو جي سي ازاي عن طريق تيك توك. كل اللي عليك هتعمله هتخش على تيك توك هتكتب يو جي سي فيديوز، او على فيسبوك ريلز هتلاقي نوعيه ناس بتعمل انبوكسنج للمنتجات بتاعتهم بطريقه كويسه جدا، فهتفهم ازاي تعرف تعمل انبوكسنج. لما تجمع المنتجات اللي حواليك، تجمع الساعه، تجمع الماوس، تجمع الشاشه، تجمع شاشه التلفزيون، شاشه الكمبيوتر، الكرسي المتحرك، تجمع مثلا الاضاءه اللي انت عاملها، تجمع اللمبات الموفره، تجمع التكييفات، تجمع المروحه، تجمع الموبايل، تجمع الكيبورد، اللابتوب، وتبتدي تعمل شويه فيديوهات حلوين كده وتبتدي تعمل لهم مراجعات حلوه، تعمل لهم مونتاج بسيط على كاب كات مثلا او اي برنامج مونتاج. هتبتدي ترفع الكلام ده كله كبروتوفوليو، يبقى انت كده معاك بورتفوليو. فانت لما تيجي تتواصل مع عميل، العميل ده هيشوف ان انت عندك سابقه اعمال، اتعاملت قبل كده مع ناس، اتعاملت قبل كده مع ناس انت عملت لها مراجعات في نتيجه ايجابيه من نوعيه فيديوهاتك، فانت هنا هتقدر تتفوق. كلنا عارفين ان اكتر نوعيه فيديوهات بتجيب اقبال والناس بتهتم فعلا بتفاصيلها من البدايه للنهايه هي التجربه الشخصيه. فانت لما تعمل بورتفوليو قايم على التجربه الشخصيه، ده مجال او نيتش يعتبر من اهم مجالات اليو جي سي. تجربتي الشخصيه في استخدام الكيبورد بتاع اتش بي، تجربتي الشخصيه في استخدام ساعه ابل، تجربتي الشخصيه في استخدام الماوس بتاعي، تجربتي الشخصيه في استخدام، وهكذا. لما تعمل فيديوهات على البورتفوليو بتاعك ليها علاقه بالتجارب الشخصيه، فانت هنا بتجمع كميه فيديوهات ليها علاقه بالتجارب الشخصيه، اذا المنصات هتشوفك شخص جاد وبتقدر تعمل نوعيه الفيديوهات اللي هم بيحتاجوها. تاني مجال ناجح جدا من وجهه نظري هي حل المشاكل اللي موجوده في المنتجات. يعني مثلا وانت بتراجع منتج معين زي المنتج ده، زي القلم ده مثلا، بتقول القلم ده كويس جدا ولكن القلم ده عيبه الوحيد ان هو لما بيتركن شويه على جنب مثلا الحبر بتاعه بيبقى ناشف شويه. فعشان نحل المشكله دي يا جماعه احنا بنرج القلم كده، ولما بنيجي نكتب على السبوره القلم بيشتغل وبيبقى زي الفل. دي مراجعه وفي نفس الوقت حل مشكله المنتج. فانت هنا بتضيف مصداقيه كبيره جدا لنوعيه الفيديوهات بتاعتك. اذا السبونسر بعد كده، الشخص اللي انت هتتواصل معاه بعد كده لما يتفرج على ان انت شخص في ثقه بينك وما بين جمهورك، لان انت بتحل لهم مشاكل المنتجات، هيبقى فاهم ان التواصل معاك هيكون ناجح ليه هو. وطبعا بما ان اتكلمنا عن المنتجات لازم نبقى فاهمين ان من اهم المجالات اللي موجوده في مجال اليو جي سي هو مجال الانبوكسنج، مجال فتح المنتجات. الناس بتعشق تعرف الصناديق المقفوله فيها ايه، الناس بتعشق. كان في فيديوهات من كام سنه كانت بتطلع انا وصلني طرد بقيمه كذا، انا وصلني طرد من المنطقه كذا. الفيديوهات دي كانت بتجيب فيوهات مرعبه. ليه؟ لان الناس بتعشق الانبوكسنج، بتعشق تعرف ما وراء الصناديق او ما بداخل الصناديق. انت لما تعمل انبوكسنج مثلا، انبوكسنج تجيب صندوق مقفول، الصندوق ده فيه مثلا 5 6 7 منتجات، انت كده كده هتعمل لهم انبوكسنج وكده كده هتتكلم عنهم عشان تزود قيمه البورتفوليو بتاعك. فانت تخيل معايا انت هتعمل فيديوهين بفيديو ازاي؟ لما تجيب صندوق مقفول ما فيهوش اي حاجه خالص من معالم مبينه، في نفس الوقت تيجي تفتحه، ده الفيديو الاولاني ان انت بتثير الجدل المنتج اللي جوه ده عباره عن ايه. ده كده الفيديو الاولاني اللي هو جوه نفس الفيديو. الفيديو الثاني او القيمه الثانيه في نفس الفيديو بتاعك ان انت بتعمل مراجعه للمنتجات اللي بتطلع من الصندوق. فانت كده استفدت افادتين، ضربت عصفورين بحجر واحد زي ما بيقولوا. ويعتبر المجال ده من اهم مجالات اليو جي سي. الجزء الخامس، تشتغل فين؟ ازاي تقدر توصل لاول عميل؟ ازاي تقدر تتواصل مع اول عميل عشان تقدر تعرض شغلك في مواقع كتير جدا تقدر تجيب بيها العملاء اللي مهتمين بمجالات اليو جي سي. اشهرها مواقع الخدمات زي خمسات وفايفر وفريلانسر. مواقع الخدمات كلها موجود فيها اقسام خاصه باليو جي سي. يعني لو فتحنا مثلا موقع خمسات كتبنا فيه يو جي سي، هنلاحظ ان في ناس كتير شغاله في المجال ده، واقل خدمه هناك بتبدا من 30 ل 40 ل 50 دولار. تخيل معايا فيديو مدته 30 ثانيه قيمته 30 دولار. الموضوع فعلا يستاهل منك ان انت تبحث وتدور وتطور نفسك في المجال ده. الناس اللي مركزه معايا هتعرف ان انا في الخطوه الرابعه قلت لك ازاي تعمل بورتفوليو، تمام، وتجمع فيه المنتجات. وفي الخطوه الخامسه قلت لك تشتغل فين. خلي بالك انت لو فكرت تنط للخطوه الخامسه قبل الخطوه الرابعه مش هتوصل لاي حاجه. يعني من الاخر ما ينفعش تروح تدور على ان انت تعمل فيديوهات يو جي سي من غير اصلا ما تكون عامل بورتفوليو. انت لازم تبقى ماشي معايا بالترتيب، اوعى ابدا تنط خطوه
قبل خطوه وتقول لي انا بقالي كتير مش عارف اوصل لاول عميل. بس مواقع الخدمات يا خالد فيها منافسه شرسه زياده عن اللزوم. ازاي اخرج من المنافسه دي؟ يعني مثلا موقع خمسات في اكتر من 500 واحد بيتكلم عن اليو جي سي. ازاي اقدر انا اكون مميز عنهم؟ انت تقدر اصلا تتجنب مواقع الخدمات خالص وتشتغل مباشر منك للشركه. ده اللي هيودينا للنقطه السادسه، هي اهم الطرق اللي تجيب بيها عملاء. في 3 طرق اساسيه تقدر تجيب بيهم عملاء، وركز معايا جدا في الكلام ده. اول نقطه ان انت تقدر تتواصل مع العملاء عن طريق مواقع الفريلانس اللي اتكلمنا عنها في النقطة اللي قبلها او في الجزء اللي قبله وهو الجزء الخامس. يبقى اول حاجة مواقع الفريلانس. تاني حاجة هي التواصل المباشر مع البراندات. انا عندي براند انا بتارجته دلوقتي اسمه بلبن، متابعهم وانا شايف ان انا اقدر اضيف فاليو، اقدر اضيف قيمة للمنتجات بتاعتي. فانا اتفرجت خلاص على كل فيديوهات التيك توك اللي ليها علاقة باليو جي سي، درست السوق، فهمت النيتش، بحثت، دورت، حتى بعد فيديو خالد صابر وسعت المجال جدا وبقيت عبقري فيه. حلو. طيب ازاي اقدر بقى اتواصل معاهم؟ تواصلت معاهم عن طريق الفيسبوك وقلت لهم ان انا عندي سابقه اعمال، اتفرجوا على الفيديوهات اللي انا عملتها، هيتفرجوا على فيديوهات الساعه وفيديوهات الماوس والفيديو الخاص بالكيبورد والفيديو الخاص، وشافوا ان انا ليا طريقه سبيشال. طبعا الفيديوهات دي انا اتعلمت وذاكرت عشان اعرف اعملها صح، مش مجرد بحشي. هم لما اتفرجوا على الفيديوهات دي اقتنعوا، بس لسه ما اقتنعوش قوي. عشان يقتنعوا انت هتجيب منتج قديم من ضمن منتجاتهم زي مثلا القشطوطه وتبتدي تعمل مراجعه للمنتج بتاعهم، ولقيت ان المنتج بتاعهم ده انت تقدر تضيف له نتيجه وبتراجعه بطريقه افضل. فعرضت عليهم ان انت قدمت كمان منتج خاص بيهم وعرضته بطريقتك، بفيديو انت صورته بالتليفون، بمراجعه وانبوكسنج انت صورته بطريقه احترافيه. فبتعرض عليهم ان هم لما يقترحوا يعملوا منتج جديد يتواصلوا معاك بشكل مباشر. لما يعملوا منتج جديد انت تبتدي تعمل لهم انبوكسنج، تدوق المنتج زي ما بيقولوا، وتبتدي تاخد فلوس مقابل الكلام ده. طبعا خلينا نتكلم في التسعير في نقطه لوحدها كمان شويه. ففي الجزء السادس اتكلمنا عن طريقتين لحد دلوقتي تجيب بيهم عملاء، هي مواقع الفريلانسنج والتواصل مع البراندات بشكل مباشر. فاضل الطريقه الاهم من وجهه نظري هي نشر شغلك على مواقع السوشيال ميديا. ليه؟ لو انت عندك صفحه على الفيسبوك بتنشر فيها منتجات، اول حاجه انت بتفكر فيها كانبوكسنج وبتشتغل انبوكسنج في عرض المنتجات بتاعتك، اول حاجه بتفكر فيها الاعلانات وانك ازاي تقدر تكسب من المنتجات دي. انا عايز اقولك ان الموضوع اكبر من كون ان انت تحط اعلانات على الفيديوهات بتاعتك بكتير. لا، ده الموضوع دلوقتي في ان انت لو عندك سابقه اعمال انت بتقدر تتواصل مع الصفحه دي، زي صفحه بلبن مثلا، تخش تكلمها من الصفحه بتاعتك. يعني مثلا انا مسمي صفحتي الاكيل مثلا، فالاكيل داخل يكلم بلبن بطريقه مباشره، فهم لما يفتحوا صفحه الاكيل ده مش بالنسبه له انفلونسر، ده بالنسبه له شخص مش معروف، شخص عادي. فلما اخش اتواصل معاهم بطريقه مباشره، نسبه ان شركه بلبن تخش تتواصل معايا وتوافق ان يحصل ديل ما بيننا هتبقى عاليه جدا، لان هم شافوا سابقه اعمالي على مواقع التواصل الاجتماعي. اذا دول اهم 3 طرق من وجهه نظري تقدر تجيب بيهم عملاء. ده اللي هيودينا للنقطه السابعه، ازاي اقدر اقنع العميل بشغلي، ازاي اخليهم يتواصلوا ويتعاقدوا معايا عشان اعمل لهم الفيديو بتاعهم، في حين ان في انفلونسرز كتير جدا جدا انجح مني وانا ما عنديش حتى متابع. ازاي يقتنعوا بيا؟ اهم نقطه في مجال اليو جي سي ان العميل مش بيشتري الفيديو، هو بيشتري نتيجه الفيديو، بيشتري طريقتك واسلوبك في ان انت بتعمل مراجعه على طبيعتك. يعني هو شايفك بتتكلم على طبيعتك اكتر من الانفلونسر اللي هو بياخد فلوس مجرد ما الكاميرا دي تطفي. لازم تبقى على طبيعتك كويس جدا على البورتفوليو بتاعك في الفيديوهات اللي انت اوريدي صورتها قبل كده. فلما هو يشوف الطبيعه دي انت هتقدر تقنعه، ولازم تعرض شغلك بشكل بسيط مبسط جدا، ما ترغيش كتير. فانت هتتكلم بثقه جدا معاه وهتبين ان انت فاهم كل حاجه ليها علاقه بالمنتج بتاعه وابعاد المنتج بتاعه. فاهم حاجه؟ ما تطولش وخليك مقنع ومختصر، لان هو غالبا هيشوف الرساله بتاعتك وهيلمعها بعينه وبعد كده مش هيرجع لها تاني لو انت ما اقنعتوش. في الجزء الثامن والاهم التسعير. عشان اكون صادق معاك، في كتير جدا هيتفرجوا على الفيديو ده وفي كتير جدا يسمعوا عن اليو جي سي. الخواجه دايما بيقول لك انت عشان تقدر تظهر ما بين منافسيك حتى لو كانوا مليون واحد، انت بتعمل معادله سهله قوي. ايه هي المعادله؟ الشق الاولاني للمعادله ان انت بترخص السعر اللي انت بتقدمه او اللي السوق بيقدمه كتير جدا. فانت لما بترخص السعر بتاعك جدا جدا جدا، انت من الناحيه الثانيه بتطلع وبتتشاف وبتتظهر بسهوله. يعني من الاخر لو الطبيعي ان انت بتعرض المنتج بتاعك ب $25 مثلا، فانت اول فيديو هتعمله لاول منتج حقيقي هتطلب فيه $5 بس، هتطلب فيه $10 بس. القيمه دي هتخليك انت الفاليو بتاع القيمه بتاعتك نزلت، ولكن اتشافت، ظهرت. وخصوصا لو انت عملت، وركز على الكلام اللي انا بقوله لك ده قوي، خصوصا ان انت لو خدت قيمه قليله جدا من منتج كبير. يعني رحت البلبن مثلا للعبد لاي شركه كبيره وعرضت عليهم ان انت تعمل لهم فيديو ببلاش الا ربع، ببلاش الا ربع. تخيل معايا
نسبه ان هم هيوافقوا هتبقى قد ايه؟ هتبقى 100%. طب هم وافقوا فالمنتج نجح فالفيديو بتاعي ضرب، لا ده ممكن هم يجيبوني بعد كده يقول لك تعالى نفذ لي شغلي من فضلك، تعالى ده انا نجحت معاك قبل كده والفيديو بتاعك اتشاف، لان انت هتبعت له الفيديو، هو هياخد الفيديو ده هيعمل بيه حمله دعائيه تسويقيه هو اللي هيدفع ثمنها، فانت هتتشاف وتتشهر والصفحه بتاعتك هتتشاف وتتشهر وشغلك هيتشاف ويتشهر. فبعد كده الفيديو بتاعك ده لما يجيب فيوز كتير قوي على صفحته انت هتعرف تتواصل مع ناس عن طريق الفيديو بتاعه، فانت بتعمل لنفسك ماركتنج ببلاش، بتعمل لنفسك تسويق من غير ما تدفع حاجه. طيب عشان اكون برضو صادق اكتر معاك، في اخطاء لازم تتجنبها تماما لو عايز تنجح في المجال ده، واوعى تفكر حتى ان انت تنفذ حاجه منهم عندا في نفسك، لان انت مش هتعاند في الحته دي الا نفسك. اول خطا ان انت تكون مصطنع. يعني ايه؟ يعني مثلا تيجي تصور القلم ده وتبتدي تخش على شات جي بي تي وتقول له تعريف القلم ده، هيقول لك القلم ده حبره كذا ونوعه كذا ومنطقته كذا ومش عارف ايه والكلام ده كله، وتصنع في بلاد كذا والحبر بتاعه مصنوع مش تاخد بقى الكلام ده انت تفتح الكاميرا، هذا القلم كذا كذا كذا، نوعه كذا، منطقته كذا، معمول من كذا. ده اسمه اصطناع. لازم تبقى طبيعي وعلى طبيعتك لاقصى حد ممكن. مجال اليو جي سي هو مجال اسمه يوزر جنريتد، يعني لازم تبقى ايه؟ كرييتد جدا، لازم تبقى كرييشن، لازم يبقى في كرييشن في الموضوع، يبقى في ابتكار وابداع في الموضوع. انت اللي بتصنع الترند، لازم تبقى فاهم النقطه دي قوي. انت اللي بتصنعه بنفسك، مش بتدور على حد يصنعه لك. يوزر جنريتد كونتنت، انت اللي بتصنع الكونتنت. واول كلمه هي يوزر، هو مستخدم، هو مش حد مشهور، هو مش حد معاه فلوس، هو مش حد معاه كاميرا ب1,000,000 جنيه، هو مش حد معاه ميكروفون بالشيء الفلاني، هو مش حد جايب سوفت بوكسز واضاءات بفلوس كتير جدا. هو يوزر، هو شخص عادي، هو واحد معاه تليفون عادي جدا، هو واحد جايب ميكروفون ممكن يستخدم الهاند فري، ما يستخدمش حتى ميكروفون ب200 جنيه، هو واحد فقير ما معهوش حاجه بس بينقل تجربته باحترافيه وبمهنيه شديده. الناس بتستهدف الشخص ده، الناس عايزه الشخص ده، الناس عايزه صناع الترند بامكانياتهم وبدماغهم، مش بواحد بيصطنع وبيفكر ان هو كده اجمد حد. لا، اوعى ابدا تكون مقلد. ده اللي هيودينا لتاني نقطه. انا مش عشان قلت لك من شويه تتفرج على فيديوهات ليها علاقه بالتيك توك وفيسبوك ريلز والكلام ده كله ان انت تشف، ان انت تنقل. لا، انت بتقلد بدون فهم، كده غلط. انت قلد بس بفهم. انت بتشوف الطريقه اللي بتاعته، بتشوف الطريقه، يعني بتشوف خالد صابر مثلا ايه عنده فلكسبيليتي في التعامل، ليه طريقه معينه بيعرف يتعامل بيها وبيشرح بيها. انا ما ينفعش اشف طريقته. انا لو شفت طريقته طب ما انا هتفرج عليك ليه؟ ما انا اشوف 1000 فيديو غيرك بيستخدم نفس الطريقه. لازم يبقى ليك طريقتك، لمستك. اخر حاجه في الجزء التاسع في الاخطاء، عشان اكون صادق قوي معاك، اوعى تستعجل. اكتر حاجه ممكن تاذيك في المجال ده ان انت تستعجل النتيجه. استعجال النتيجه مش هيوديك لاي حاجه، هيخليك ولا هتعمل بورتفوليو كويس وناجح، ولا هتعرف تتواصل مع العملاء، وممكن تفوت فرصتك كمان اللي هتبقى الوحيده في ان انت تتواصل مع العملاء، وكمان هتلاقي نفسك جالك احباط شديد. فانت لازم تعمل كاستمايز، تعمل تهيئه كويسه جدا، بتذاكر كويس جدا المجال بتاع اليو جي سي، بتشوف الفيديوهات وبتشوف الناس بتعمله ازاي، بتجمع كل المحتويات اللي حواليك اللي اتكلمنا عليها قبل كده، تعمل بورتفوليو ناجح جدا جدا، وتتكلم عن المنتجات بتاعتك اللي حواليك. بعد كده تبتدي تتواصل مع اول عميل، تاني عميل، تالت عميل، ترخص وتنزل في سعرك، تتشاف. بعد ما تتشاف تقدر تعمل شغل كويس وناجح، توصل لاول عميل اللي هو اصعب عميل هتوصل له، وهتاخد وقت عقبال ما توصل له. بعد ما توصل له تعمل له شغل ببلاش الا ربع. العميل ده هياخد المنتج بتاعك، هيعمل له اعلان، الاعلان ده هيتشاف وهيضرب وهينجح ان شاء الله. فانت سابقه اعمالك دي هتوصلك لان انت هيبقى معاك نتيجه كويسه جدا وهتشاف والبورتفوليو بتاعك هينجح. مجال اليو جي سي مجال يعتبر من انجح المجالات في 2026، ان لم يكن الانجح من وجهه نظري لاي حد ما عندوش راس مال يبدا في اي حاجه ليها علاقه بالفريلانس او بمجالات العمل الحر. فمن وجهه نظري المجال ده هي البدايه الافضل ليك. المجال مش هيحتاج منك اي حاجه، انت كل اللي محتاجه موبايل، ميكروفون، محتاج لمبه، كفايه قوي عليك لمبه تصور بيها. كل اللي هتبدا عليه هتصور اي حاجه حواليك، هتبني بورتفوليو، هتتواصل مع عملاء، هتجيب عملاء، هترخص سعرك. الموضوع فعلا سهل، الموضوع ما فيش فيه اي صعوبه. عشان اكون صادق جدا معاك لازم تبقى فاهم ان المجال ده النجاح هيتوقف على حاجه واحده، الصبر والايمان بنفسك، ان انت فعلا شخص ناجح. انت انجح من الشخص اللي بيقعد يعمل انبوكسنج الاكل ليل نهار والمنتجات ليل نهار. انت محتاج الفرصه دي، الفرصه اللي جايه لك ان تخليك تتشاف من غير ما يبقى عندك متابعين، تتعب قوي عقبال ما توصل لهم. في النهايه اخر كلمه هقولها لك، مجال اليو جي سي بيقول لك ما تتكلفش. البساطه دايما تكسب. كل ما تبقى بسيط، كل ما تبقى نورمال،
كل ما تبقى على طبيعتك، كل ما تبقى شخص حقيقي ريال مش فيك، كل ما الشركات هتشوفك انجح وافضل.